طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإرترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الاحتفال بالثامن من مارس في إقليم القاشبركة. تقييم التعليم في الإقليم الجنوبي. تنظيم أسبوع الطلاب الثقافي الرياضي في أسماط. نزوح 100,000 شخص من شرق الكونغو بسبب المعارك. كوريا الشمالية تحذر من عواقب وخيمة لمناورات جارتها الجنوبية مع أمريكا. مقتل 6 أشخاص في فيضانات مفاجئة في ملاوي. من العناوين للتفاصيل. احتفل إقليم القاشبركة في مدينة بارنتو يوم 7 من مارس بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة تحت شعار المساواة مبدأنا الراسخ. وقالت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم القاشبركة السيدة يحدق يوهانس في المناسبة التي حضرها قائد الجبهة الغربية العميد يوف السايح حليباي وقادة الجيش والمسؤولين إن الثامن من مارس هو لتجديد العهد للحفاظ وحماية مكتسبات المرأة في المساواة التي تحقق بتضحيات جسام والدفع للعمل المستمر وتقييم المراحل الفائتة. وأكدت على عمل الاتحاد لضمان مشاركة واستفادة المرأة في جميع المجالات. وقال حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حوري أن الثامن من مارس يذكر بالمراحل الماضية لتأمين حقوق ومساواة المرأة والتضحيات المقدمة، موضحا بأن الحفاظ على مكتسبات المرأة التي تحققت بالتفاني وصمود الشعب والحكومة عامة والمرأة خاصة، وتعزيز دور المرأة في برامج التنمية مهام وواجب جميع المواطنين. وشهد الاحتفال بمسيرة قادتها المرأة وكلمات تضامنية من مسؤولي الاتحاد الوطني للشباب والطلبة والكونفدرالية الوطنية للعمال في الإقليم، ومناشط فنية للفرقة الفنية التابعة للفرقة العسكرية 57 وفرقة التراث التابعة لإدارة إقليم القاشبركة. أعلن مكتب وزارة التعليم في إقليم الجنوبي في اجتماع تقييمي عقده يومي 4 والخامس من مارس في مدينة منرفرة العمل لمواصلة الإنجازات المسجلة في ضمان جودة وكفاءة التعليم. وأشار مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ هكتزجي كيداني في التقييم نصف السنوي الذي حضره 450 مديرا ومشرفا تربويا وإداريا تعليميا من 12 مديرية إلى تسجيل 236 و310 طالب في 621 مدرسة في النصف الأول من العام الدراسي 2023-2024 في الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثاني عشر بمتوسط قدره 88.4%. وقدم توضيحا مفصلا عن الصعوبات والمميزات والتحديات في العملية التعليمية، وقال إن العمل سيركز على تعزيز الحافز والكفاءة المهنية وقدرة المعلمين وتخريج طلاب قادرين على المنافسة. ودعا المدير العام للخدمات الاجتماعية السيد قلابتس فاسيلاس المعلمين على تقديم المساعدة الفورية المصحوبة بالدراسات لمواجهة التحديات التي تشتت انتباه الطلاب في مختلف المراحل بسبب تأثير التعليم بالظروف العالمية والمحلية. وقدم المشاركون أوجه القصور والتحديات التي يتعين معالجتها في كل منطقة منادين لأخذ المبادرات لحلها. وقال ممثل وزير التعليم السيد بيتروس آيل ماريام أن وزارة التعليم ظلت تجري الدراسات الموسعة لتحديد التحديات وأوجه القصور وإيجاد الحلول. أفادت مؤسسة القلال والمواشي بأن أنشطتها في شمال وجنوب غرب إقليم القاشبركة تحقق تطورا ملحوظا نتيجة المشاركة الكبيرة وتفاني الشباب ومساهمة الشعب والجيش. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حوري لمشاريع أفيمبول وكركبات وألبو الزراعية. وتفقد السفير محمود برفقة المدير العام لمؤسسة القلال والمواشي السيد كبراب أبراهام مشروع فيمبول الزراعي ومصنع الصلصة ومشروع كركبة الزراعي وعملية إرسال بنى التحتية وتنمية الفواكه والصوف ومصنع البناطونوم. وقال أن فرص العمل والخبرة التي اكتسبها الشباب تبين الغرض من هذه المشاريع.
وقدم المشرفون والخبراء في المشروع شرحا حول برامج التنمية الجارية ودور المهنيين الشباب ومساهمة المواطنين وقوات الدفاع. وقال حاكم إقليم الكشبرك السفير محمود علي الحوري أن الخبرة التي اكتسبها الشباب وفرص العمل المقدمة للسكان هي وجه آخر من الجهود التي تبذلها مؤسسة القلال والمواشي، مؤكدا على مساهمة إدارة الإقليم للدفع بها قدما. قام الإريتريون المقيمون في إيطاليا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة بأنشطة دبلوماسية شعبية. وأوضح سفير إريتريا في إيطاليا في الساسيان بيتروس في السيمينار الذي عقده للإريتريين المقيمين في روما وميلانو ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في إيطاليا جرماي هبت ميكيل للمقيمين الإريتريين في بروستري وفروزيني، راهن الأوضاع في البلاد وجهود شعب وحكومة إريتريا للدفع ببرامج التنمية بعد تأمين السلام. وهاب بالإريتريين في المجال لتنشئة الشباب بالعلم والمعرفة ليكونوا مؤثرين مهنيا واقتصاديا، موضحين بأن مهمة المرحلة هي الاهتمام الكبير بنقل القيم الإريترية والوعي الوطني إلى الأجيال القادمة من جهة وتعزيز والتأطير والتنظيم من جهة أخرى. وتعهد المشاركون النضال بوحدة ويقظة كأحدهم دوما لإحباط العدائيات المناهضة للوحدة والتماسك الإريتري. في غضون ذلك دعا القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا سيد يوهانس ولدو في الاجتماع التقييمي لفرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في ألمانيا الذي عقد في فرانكفورت إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات واغتنام الفرص. وعرض مسؤول الفرع سيد يوهانس مبراتو تقرير العمل المنفذ في العام 2023 والبرامج المستقبلية. وقدم قنصل إريتريا العام في فرانكفورت سيد كبراب تخستي توضيحا حول تقوية التصدي وتمتين الصفوف بينما قدم مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية سيد كحسي تولي الخطط المستقبلية العامة. واختتم الاجتماع بمناقشة تأثير الوضع الإقليمي والعالمي الحالي على قيمنا وخطط الحكومة لضمان السلام والعدالة الاجتماعية في إريتريا والاستثمار في التعليم وتنمية الموارد البشرية ونضال شعب وحكومة إريتريا لإفشال العدائيات والمؤامرات. وتم صياغة خطة عمل لتعزيز وحدة الصف وتقوية المنظمات وزيادة دور المواطنين في برامج التنمية. من ناحية أخرى احتفلت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في أبو ظبي وضواحيها والإمارات الشمالية بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة. ألقت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في أبو ظبي السيدة سعيدة محمد طه كلمة الاتحاد في المناسبة. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرانا اكتمال الاستعدادات بالتنسيق مع مركز تدريب الخدمة الوطنية ووزارة التعليم لتلبية متطلبات امتحانات الشهادة الثانوية المقرر إجراؤها هذا الشهر. وساهم أعضاء الهيئة اللوجستية بمركز تدريب الخدمة الوطنية وخبراء وزارة التعليم وأعضاء الدفعة 36 للخدمة الوطنية. طلاب المدارس الفنية ساهموا بشكل كبير في العمل الذي استمر لمدة شهر. وقال مسؤول قسم النجارة في هيئة اللوجستيك بمركز تدريب الخدمة الوطنية أن العمل الذي ركز أساسا على صيانة الأساس المدرسية تم خلاله صيانة حوالي 7000 من الكراسي. وذكر مسؤول قسم الحدادة عضو الدفعة 7 للخدمة الوطنية إرمياس يوم صناعة 10,000 كرسي إضافي بالتعاون مع ورشة سنبل للنجارة والحدادة. نظم أسبوع الطلاب الثقافية الرياضية الصحي في أصمات من 29 من فبراير وحتى 3 من مارس بمشاركة 17 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية. اشتمل الأسبوع الطلابي على مسابقات المعلومات العامة والخطابة والمناظرة وكرة القدم والمسابقات الثقافية والتراثية، ومهد للطلاب لعرض قدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم. وشكر المدير التنفيذي في إدارة مديرية أصمات السيد يوهانس أسفهان المساهمين في إنجاح البرنامج، ونصح الشباب باليقظة والتحدي لمحاربة العادات البالية وإدمان المكيفات. وأوضح مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ إبراهيم أكد أن 700 طالب و56 من رعاتهم شاركوا في الأسبوع. وقدم في ختام الأسبوع الكؤوس والجوائز الأخرى للمدرسة الجانية الابتدائية والمتوسطة الفائزة في المسابقات والجوائز الترتيبية للمدارس الأخرى.
عقدت شرطة اجتماعات في مصوع وعدقيح لمكافحة الجريمة وضمان السلامة المرورية. وأوضح الرائد ملاكي مريم في الاجتماع الذي عقده لطلاب مدرسة قدم الثانوية إن الحد من الحوادث المرورية والدمار الذي تحدثه من المهام الرئيسية للشرطة، مشيرا إلى أن الإهمال والقيادة أثناء السكر من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية. وذكر مسؤول تحقيقات الحوادث المرورية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد ياسين محمد أن 196 حادثا مروريا وقعا في العام 2023 أسفر عن مصر 11 شخصا وإصابة 105 بجروح وتدمير ممتلكات قدرت بحوالي 2.6 مليون نقفة. وأشار إلى وقوع 77 حادثا في الربع الأول من العام الجاري وأسفر عن مصرع 14 أشخاص. وأفاد تقرير مكافحة الجريمة تسجيل 305 جريمة العام الماضي وإعادة معظم الممتلكات والحيوانات وغيرها من الأشياء المفقودة بقيمة حوالي 450 ألف نقفة إلى أصحابها. في غضون ذلك نظمت أنشطة توعوية من الأول من يناير وحتى 5 من مارس في ضواحي مديرية عدقيح لزيادة الوعي القانوني. ودعا قائد مركز شرطة مديرية عدقيح النقيب كيداني فتوي المجتمع على الحفاظ على السلام والأمن في مناطقهم والعمل لمنع ارتكاب الأعمال المشينة التي تظهر في بعض الأحيان وتقديم الذين يتجاوزون قدرتهم إلى العدالة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. نزح أكثر من 100 ألف شخص من شرق الكونغو إثر معارك استمرت يومين استولى خلالها متمردو حركة M23 على عدة مدن وبلدات في منطقة روتشوارو. وأعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن القلق من أن يضطر هؤلاء إلى الفرار مرة أخرى إذا استمرت الأعمال الحربية، وأن تصبح ظروف معيشتهم لا تحتمل إذا لم تصل إليهم مساعدات بسرعة. وأشار المكتب الأممي إلى أن سكان مواقع النازحين والمجتمعات المضيفة في نيازالي وكريمة يفرون إلى مناطق أكثر هدوءا، ولكن يصعب تقديم المساعدات بسبب تعثر الوصول إليها. ويتهم تقرير داخلي صادر عن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية الحركة المتمردة بإطلاق قذائف هاون على مخيم للنازحين، مما أدى إلى إصابة 12 مدنيا توفي 5 منهم متأثرين بجروحهم. وكانت الأمم المتحدة قدرت في نهاية سنة 2023 أن نحو 7 ملايين شخص نزحوا في الكونغو، بينهم 2.5 مليون في مناطق شمال كيوفو التي تشهد نزاعات مسلحة. حذرت كوريا الشمالية سيول وواشنطن من دفع ثمن باهظ للمناورات العسكرية المشتركة الواسعة النطاق التي بدأت بإجرائها هذا الأسبوع، وحضت الحليفتين على وقف هذه المناورات المسعورة. وهذا العام أعلنت بيونغ يانغ بأن كوريا الشمالية هي عدوتها الرئيسية، وأغلقت المؤسسات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل، وهددت بشن حرب في حال انتهاك أراضيها. وبدأت واشنطن وسيول مناوراتهم العسكرية السنوية خلال الربيع بمضاعفة القوات المشاركة مقارنة بالعام 2023، وذلك لتعزيز قدراتها على الرد بوجه التهديدات النووية المتصاعدة باستمرار مع بيونغ يانغ وفق ما أعلنتا. وقالت الحليفتان أن مناورات درع الحرية تتضمن 48 مناورة ميدانية وتدريبات على اعتراض الصواريخ وقصف وهجوم جوي وإطلاق نار حي. قالت وكالة إدارة الكوارث في ملاوي أن الفيضانات العارمة التي شهدتها المنطقة الوسطى في ملاوي أدت إلى مقتل 6 أشخاص ونزوح آلاف آخرين. وقالت إدارة شؤون إدارة الكوارث في ملاوي في بيان أن الفيضانات ضربت منطقة نواتواكو في ملاوي بعد هطول أمطار متواصلة في المنطقة، حيث لا يزال من الصعب الوصول إلى المناطق المتضررة عن طريق البر بسبب الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنى التحتية. وقالت الوكالة الحكومية أن أكثر من 14 ألف شخص تضرروا في أحدث موجة من الفيضانات، مضيفة أن النازحين لجؤوا إلى مخيمات.
ويأتي هذا التطور بعد عام من إعصار فريدي الذي اجتاح ملاوي وموزمبيق ومدغشقر المجاورتين، مما يسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص معظمهم من الملاويين. شلت حركة التنقل في ألمانيا بعد توقف سائقو القطارات وأفراد من أمن المطارات وموظفو الطواقم الأرضية في شركة لوفتانزا عن العمل، وسط دعوى نقابة العمال الألمانية ونقابة سائقي القطارات إلى إضرابات لمدة يومين بسبب الأجور وظروف العمل. وتم إلغاء حوالي 80% من رحلات القطارات السريعة وكذلك القطارات الإقليمية بسبب إضراب سائقي القطارات. وانعكس الإضراب على الحركة الجوية حيث توقف الموظفون الأرضيون لشركة الطيران الألمانية عن العمل، وأدت الإضرابات إلى ازدحامات مرورية في المدن وعلى الطرق السريعة وزيادة الطلب على خدمة تأجير السيارات، مما تسبب في مزيد من المتاعب لملايين المسافرين. تذكير بالعناوين مرة أخرى. الاحتفال بالثامن من مارس في إقليم الغاشبركا. تقييم التعليم في الإقليم الجنوبي. تنظيم أسبوع الطلاب الثقافي الرياضي في أصمات. نزوح 100,000 شخص من شرق الكونغو بسبب المعارك. كوريا الشمالية تحذر من عواقب وخيمة لمناورات جارتها الجنوبية مع أمريكا. مقتل 6 أشخاص في فيضانات مفاجئة في ملاوي. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.